الأرجنتين تتأهل لكأس عالم قطر 2022 بعد أداء أكتر من رائع من ميسي وأداء سيء لأقصى درجة ممكن تتوصف من كرواتيا. الأرجنتين بتتأهل لكأس العالم بعد 3-0 على كرواتيا، وأخيرا في توقع جاي صح، توقعات الأرجنتين، والأرجنتين هي اللي فعلا تأهلت للنهائي. وبكرة أنا متوقع فرنسا، والله أعلم بكرة إيه اللي هيحصل، فرنسا ولا المغرب. وشكله كده، شكله والله أعلم، شكله كده ميسي هيعملها، شكله كده الأرجنتين هتعملها وميسي هيعملها وهيرفع الكاس الأغلى في تاريخ أي لاعب وفي تاريخ أي منتخب. والحاجة اللي ناقصة ميسي، وشكله كده والله أعلم هيعملها. تعالوا نخش في تفاصيل الفيديو. شباب لسه مش اشتراك، انزل من اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الارجنتين بدات بال 4-4-2، على الناحيه الثانيه كرواتيا بدات بال 4-3-3. الارجنتين 4-4-2 بس اقرب لل 4-5-1، يا اما الفريز هو اللي بيرجع يدافع ويخلي ميسي كمهاجم، يا اما ميسي بينزل نص الملعب عشان يستلم ويوزع لعب، ويفضل الفريز هو المهاجم او حد من نص الملعب يكمل مع الفريز. بس هي ممكن تكون في الملعب 4-5-1 مش 4-4-2. اللي حصل في الماتش من وجهة نظري ان سكالوني فعلا ضحك على مدرب كرواتيا، وعرف فعلا ان هو يعني يطمعه في الماتش او يوقعه في المصيده اللي كان عاملها له. ايه هي المصيده؟ المصيده ان لعيبه كرواتيا كلها او منتخب كرواتيا ومدرب كرواتيا طول الماتشات كلها، حتى من كاس العالم اللي فات وكاس العالم اللي ده، دور 16 ودور 8، كل اللي بيعمله ان هو بيدي الكره للخصم ويلعب هو. ماتش اليابان وماتش البرازيل يدي كره للخصم ويدافع هو ويلعب على الهجمات المرتده، او يحاول يوصل الماتش لضربات جزاء عشان هو بيبقى 70-30 بالنسبه له في نجاح ضربات الجزاء، او ان هو يعدي من ضربات الجزاء بيبقى نسبه نجاحه 70% ل 30 لفريق الخصم او المنتخب الخصم. بس هو كل اللي عمله ان هو نزل لقى لعيبه الارجنتين عادي، مفيش هاي بريس زي ما كان متوقع، مش هي اللي ماسكه الكوره، مفيش اي حاجه، لا بالعكس نزلنا لقينا ان كرواتيا هي اللي ماسكه الكوره في اول 10 دقائق تقريبا، او لحد ما جه الجون بتاع ميسي اللي من ضربه جزاء. والغريبه ان لعيبه كرواتيا كانت هي اللي ماسكه الكوره، هي لعيبه كرواتيا ماسكه الكوره مش عارف تعمل بها ايه، يعني هو ماسك كوره سلبيه مش كوره بخطوره عادي، لان كرواتيا ولاعيبه كرواتيا ومنتخب كرواتيا مش متعودين هم يمسكوا الكوره، متعودين المنتخب الخصم هو اللي يمسك الكوره زي ما حصل مع البرازيل، وهم اللي يبقوا رد الفعل مش الفعل. هم لا، نفسهم دلوقتي هم الفعل، طمعوا اكتر في اكتر في اكتر في اكتر، هم مش عارفين يعملوا ايه حرفيا، هم ماسكين الكوره حرفيا مش عارفين يعملوا بيها ايه. من اول ما الماتش بدا لحد الجون الاول بتاع ميسي من ضربه جزاء، كل ده منتخب كرواتيا ماسك كوره سلبي، مش ماسك كوره باي حاجه، ماسك كوره حرفيا بطريقه سلبيه من غير اي خطوره على مارتينيز. على الناحيه الثانيه لما كرواتيا كانت بتهجم وتخلي خط دفاعها كله في نص الملعب، عرف يخطف بقى الخطفه بتاعته ساعتها سكالوني، وعرف زي ما قلت سكالوني وقع مدرب كرواتيا في المصيده بتاعته، وبدا يرمي له كور من نص الملعب للفريز او ميسي او بس بيبقى الفريز، لان الفريز بيتحرك من غير كوره كويس جدا. وفعلا الجول الاول جه من ان هو اول ما لعيب دي بول تقريبا استلم الكوره في نص الملعب على طول راح رامي الكوره في ظهر المدافعين بتوع كرواتيا، اللي كان لوفرين الوحيد اللي كان مغطي، لان لوفرين سيء في ان هو يتمركز، سيء في كدفاع، كلعيب كله سيء حرفيا. وليفربول عانت معاه معاناه مش طبيعيه لما كان قلب دفاعهم، بس للاسف هو الوحيد اللي كان اللاعب اللي كان ضرب التسلل، والفريز عرف يخطفه وعرف يخطف لعيبه كرواتيا كلها بقلب دفاعهم، وعرف ان هو يجري ويبقى انفراد لما جاب ضربه جزاء وميسي جابها. وده اللي حصل طول الشوط الاول، ان هم حرفيا يعني الدنيا، يعني كان لعيب كرواتيا ماسك الكوره مش عارف تعمل بيها ايه، توصل لنص الملعب هناك، فساعتها بقى الارجنتين تعمل هجمه مرتده تقدر تجيب منها جون. الجون الاول كده اترمت دي تقريبا من ديبول للفريز اللي عرف يجيب منها ضربه جزاء وميسي جابها، وبعديها الجون الثاني كان كورنر اصلا لكرواتيا، واتعملت عليهم هجمه مرتده. الفريز فضل يمشي سلكت معاه سيكا بس يمشي لحد ما جاب الجون الثاني. ده اللي حصل في الشوط الاول كله، او ده اللي عملته الارجنتين في الشوط الاول كله. سكالوني فعلا حرفيا عرف يوقع مدرب كرواتيا في المصادر اللي هو عملها له. هو سكالوني عرف يقرا مدرب كرواتيا، او عرف يقرا منتخب كرواتيا، ان هم بيعتمدوا ان هم يدوا الكره للخصم يلعبوا هم هجمات مرتده او يوصلوا الماتش لحد ضربات الجزاء. قال لك لا، انا هديهم الكوره شوف هم بيعملوا ايه والعب انا بقى هجمات مرتده. وفعلا ده اللي حصل. سكالوني الشوط الاول كله مدوا الكره لكرواتيا، هم مش عارفين حرفيا يعملوا بيها ايه، وقتلهم بالهجمات المرتده، جونين حرفيا من هجمات مرتده. بعديها الشوط الثاني بقى اسهل بكتير كتير. الارجنتين لعيبه الارجنتين ومنتخب الارجنتين وميسي كله حرفيا بقى بيتمشى، وعارفين هم يعني مستحيل كان حوار هولندا يحصل فيهم تاني، مستحيل من 7 المستحيلات. هم كانوا قارين الدنيا، عارفين هم يعملوا ايه مع المنتخب ده. المنتخب كرواتيا حرفيا ما راحش بكوره، منتخب كرواتيا حرفيا ضعيف بطريقه مش طبيعيه. وده اللي انا قلته اصلا من ماتشات المجموعات، ان منتخب كرواتيا فعلا ضعيف هجوميا، فعلا ضعيف. كل اعتماده ان هو بيوصل الماتش بس ضربات جزاء، لو ما عرفش يوصل الماتش ضربات جزاء خلاص هو خسر حرفيا.
واول لما بيمسك كوره حرفيا ما بيبقاش عارف يعمل ايه، وده اللي حصل لما مسك كوره الشوط الاول والشوط الثاني ما عرفش يعمل ايه. والدليل على كلامي ده ان الشوط الاول الاستحواذ لكرواتيا والشوط الثاني برضو الاستحواذ لكرواتيا. لعيبه الارجنتين وسكالوني عرفوا فعلا يقروا منتخب كرواتيا ومدرب كرواتيا، ادوهم الكوره هم مش عارفين يعملوا بيها ايه حرفيا. منتخب كرواتيا لما يمسك كوره ما بقاش عارف يعمل بيها ايه حرفيا. امسك كوره مش هتعرف تعمل بيها ايه، انا هقطعها منك عشان اعمل هجمات مرتده واجيب الجون. وده اللي حصل في الجون الاول وده اللي حصل في الجون الثاني والجون الثالث اللي من مهاره فرديه نادره ما بيعملهاش غير ميسي بس. قدر يعدي 2 3 وبعدين مسك اللاعب ابو قناع مرجحه وراح دخل بيه واداها الالفريز بيقول له هات جون يا معلم بعد اذنك. كان يبقى ميسي من 12 جون جابهم الارجنتين هو مساهم تقريبا في 8، هو مساهم في 8 جايب 5 وصانع 3 من 12 جون جابهم الارجنتين طول كاس عالم قطر 2022 هو مساهم في 8. فميسي زي ما قلت لكم قبل الماتش ان هو الفرق ما بين ده وده هو ميسي، وفعلا باين ان الفرق هو ميسي. ضربه جزاء عارف ان الحارس متميز في ضربات الجزاء رزعها له في السقف، وريني بقى هتجيبها ازاي. في الجون الثاني كان الحارس كان المدافع يا عيني اللي هو الغلبان يا عيني ابو قناع اللي هو مدافع على كده، يعني انت المفروض ما تقيمش المدافع غير لما يقابل ميسي وبعد كده تبدا تقيمه. بس هو مدافع قوي وحرفيا جامد وتمركزات ومدافع كويس جدا، بس بعد ما يقابل ميسي تقدر بقى تقيم، او ممكن تقول ان هو مدافع جيد غير لما يقابل ميسي. يعني فتره قبل ميسي افتر وبيفور، يعني قبل وبعد ميسي قابل ميسي يعني بيبقى فيه الدنيا ومعايير تانية مختلفة خالص، وبعد ميسي الدنيا بتبقى مختلفة خالص. فقابل ميسي للأسف واتلم منه لما حرفيا مش طبيعية، اتمرقص عينه واتاكل في نص سنتي واداها الالفريز عشان يجيب جون. ملخص الماتش تقريبا ان كرواتيا ما عرفتش تعمل حاجة والكورة معاها ما راحتش بأي خطورة على مارتينيز، بالعكس مارتينيز كان قاعد بيتهوى في حراسة المرمى حرفيا. وسكالوني فعلا عرف يوقع مدرب كرواتيا ومنتخب كرواتيا في المصيدة اللي عملها ادهم الكورة ولعب هو هجمات مرتده، والارجنتين توصل لنهائي كاس عالم بعد فوز قاسي على كرواتيا وبتاخد حقها من ماتش 3-0 برضو في الناحيه الثانيه، بس الفرق مدرب عن مدرب كان فارق. فبس شايفكم خلاص الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.